اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا ما ينفعش بقى ايه الشتاء يدخل كده والجو يبرد وما نعملش ألذ طبق سخن في الشتاء. حاجة كده عظمة فعلا. ما ينفعش الشتاء كده يدخل غير لما نعمله لذيذ جدا جدا جدا. من ألذ الأطباق السخنة اللي أنا بموت فيها في الشتاء البليلة طبعا ولا انتوا معرفتوهوش؟ طعمها يجنن بجد، طعمها حلو قوي قوي قوي، وحاجة سخنة كده تدفي في الساعة اللي احنا فيها دي. وايه مش مكلفة خالص خالص خالص. يعني شوية غلة كده من بتاعة البليلة وحبة لبن وخلاص كده كده الأكلة كده اتعملت وحاجة لذيذة جدا. عيالك كان بسطوا بيها جدا. لازم بقى تقومي تتشمري كده وتعملي ايه طبق البليلة اللذيذ ده. ندخل بقى على المقادير ونشوف احنا عملناه ازاي. معايا نص كيلو غلة من بتاعة البليلة. طبعا انا بلاها، يعني انت هتسويها الصبح بليها من بالليل، هتسويها بالليل بليها الصبح كده يعني. لو بليتها الصبح لازم تتبلي يعني. ودي معلقة رز، اللي هو رز عادي يعني. معلقة كبيرة انا غسلاها وحطاها فوق الايه فوق الغلة علشان خاطر تنشي كده. انا عايزة الغلة يبقى فيها نشا كده منشية كده. تمام كده يا حبايبي. الغلة زي ما قلتلك، لو انتي هتسويها بالليل لازم تبقي بلاها من الصبح، ولو هتسويها الصبح تبقي ايه بلاها من بالليل علشان خاطر تاخد كفايتها، عشان من انها تتبل كويس، علشان خاطر لو انتي سويتيها على كده هتاخد وقت كبير قوي قوي منك. تمام كده، حطينا عليها المية بقى ونروح على البوتاجاز. طبعا انا بعلي النار على اعلى حاجة عادي، وايه ونغطي الحلة زي ما انت شايفة كده مواربة كده علشان خاطر بتفور وبتبهدل الدنيا. شايفين انا بقى رحت اصلي العشاء لقيتها ايه الغطا اتزحلق وقفل عليها وغرقت لي البوتاجاز وبهدلت لي الدنيا. فانت لازم تخلي بالك منها كويس جدا. الغطا يبقى موارب مسافة كبيرة علشان خاطر ايه. شايفين يا جماعة عمل ازاي؟ غرق لي الدنيا، الغطا اتزحلق وقفل وانا بقى ما خدتش بالي منه، بهدل البوتاجاز. بس انا بقى هنضفه الاول وبعد كده ايه اولع على النار تاني. انا نضفت البوتاجاز طبعا علشان الحاجات اللي نزلت على البوتاجاز دي وانت مولعه النار هتتحرق وهتبهدلك الدنيا بقى صعب تنظيفها يعني. هي كده استوت البليله خلاص، ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. كده عملنا ألذ بليله وايه، ولا مكلفه ولا اي حاجه. شايفين يا جماعه؟ كان بموت فيها البليله دي. شوية بقى سكر كده حسب الرغبة، حسب ما تحبي يعني. انت حابة السكر كتير قليل براحتك. قلبي بقى وحط بقى ايه شوية اللبن. لازم اللبن يا جماعة يبقى سخن بيغلي، والبليلة كمان سخنة عشان تاكلي طبق سخن كده. يعني اللبن بيغلي ازاي من اللبانة على طول، وعلى ألذ طبق أنا بموت فيه فعلا. اقلب بقى كده. عندك مكسرات بقى حطي، ما بتحبيش عليها مكسرات زي حالاتي كده عادي. في بقى يعني ناس بتحط عليها كنافة، يعني بيغرفوا بقى في البولة كده ويحط عليها قطع كنافة. كنافة مش نية، كنافة مستوية طبعا. بيقولوا بتبقى طعمها حلو قوي، يعني جوزي هو اللي بيعمل كده بيحبها قوي كده. انا مجربتهاش بصراحة، يعني انا بحبها كده من غير اي حاجة خالص. هجيب بقى شوية مكسرات كده موجودة عندي وهحطها فوق الوش. مش عندك خلاص يعني اعملي زي حالاتي كده واغرفي وكلي كده. شايفين يا جماعة؟ ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبق لازم يتاكل سخن. اي مكسرات بقى موجودة عندك رشي وغرقيها. والسكر بقى طبعا زي ما انا قلتلك حسب الرغبة، انت حسب ما انت حابة تحطي حطي. الطبق ده لذيذ جدا يا جماعة ومفيد جدا للولاد، وايه في قيمة غذائية عالية جدا. غير انه لبن فيه كالسيوم، والغلة مفيدة جدا 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 للولاد. فيها يعني قيمة غذائية حلوة قوي قوي اليوم. وبتشبع على فكرة. يعني ممكن الواحد لو ايه بالليل كده زي حالاتي بقى ما بتعشاش، اخد طبق بقى من ده ايه يظبط الدنيا معايا. حلوة قوي قوي. شوية زبيب بقى وشوية مكسرات، اي حاجة عندك حطي. شايفين يا جماعة عامل ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. هنغرف بقى طبق حلو كده علشان ندوق. ونصيحة مني يا جماعة، يعني أنا لما انت بتسوي البليلة بتبقى طبعا كمية كبيرة في الحلة،
بالاقي ناس بقى يقلبوا عليها اللبن كلّها وتبقى متسوية باللبن كده، على فكرة بتبوظ، يعني إحنا مش هناكل البليلة دي كلّها مرّة واحدة، يعني بنعينها في التلاجة وقت ما بنحتاج بنطلّع، بنسخّنها وبنغلي اللبن ونحط، أو نسخّن في مثلًا حلة صغيرة، طاسة، أي حاجة، نغرف من الحلة يعني ونسخّن، واللبن نغليه في اللبانة ونحط، إنما اللبن كلّه بالكمية الكبيرة على البليلة في الحلة على فكرة بتبوظ، طعمها بيغيّر في التلاجة، وفي نفس الوقت اللبن ما بيقعدش فترة كبيرة في التلاجة محتفظ، يعني ممكن طعمه بيغيّر خالص، 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 ما ينفعش تعملي كده. أنا باعين الحلة بحالها كده في التلاجة، أنا باغرف منها أحط مثلًا في طاسة أو في حاجة صغيرة باسخّنها، مش باسخّن الحلة كلّها علشان مش تبوظ برضه، هتتهري وتبهدل الدنيا. واغلي اللبن واروح حاطة السكر والكلام ده بيبقى زي الفل كده، إنما ما تحطيش كلّه على بعضه واللبن بكمية كبيرة على البليلة كمية كبيرة وتبوظي الدنيا، احتفظي بيها في التلاجة زي ما قُلت لِك. شايفين يا جماعة؟ ما ننساش بقى نعمل لايك للفيديو، وبألف هنا وشفا للي يجرّبه.